السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. فيديو جديد بقى، وزي ما انتوا شايفين كده النهاردة هنعمل كام وصفة كده في صينية واحدة. عارفين انتوا الصواني اللي بنروح المحلات، او اللي فينا يعني بيروح محلات كده ويطلب صينية بقى من حضرموت والكلام ده. احنا هنعملها في البيت، وهنعملها من فرخة واحدة. يعني هتعملي كفتة، شيش طاووق، فراخ مقرمشة، رز مبهر بكبد كبد وقوانص، رز بالكبد والقوانص يعني. كل ده هنعمله من فرخة واحدة. هتدخلي معايا الفيديو. قبل بس ما تدخلي الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هندعي دعوه لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا، ربنا يجبرهم جبرا كريما، اللهم امين. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. كده بقى تدخلي معايا الفيديو وهنشوف ان شاء الله احنا هنعمل ايه. زي ما انت شايفه كده انا معايا فرخه واحده. الفرخة دي بصي أنا هستخدم كل اللي فيها. يعني عظمها أنا هستخدمه، الحوايج بتاعتها، الرقبة والجوانح والحاجات دي هستخدمها، الكبد والقوانص هستخدمها، الكتاف طبعا والوراك، كل الحاجات دي انا هعمل من كل حاجه حاجه. يعني الاوراك هنعمل منها شيش طاووق عشان بتبقى طريه شويه، الكتاف هنعمل منها الكفته، كل الحوايج بالهياكل بتاعتها هنعملها مقرمشه، هنتبلها ونعملها مقرمشه. العظم اللي هيطلع من حاجات الكفتة، من الماء اللي احنا هنخليه من الكفتة، هنعمل منه شوربة للرز. الكبد والقوانص هنعمل منها الرز. بصي، دي فرخة واحدة في حدود حوالي 3 كيلو. يعني عايزة اقولك من فرخة انت هتعملي عزومة ممكن تعدي 12 فرد. صينية كده هتكفي 12 فرد. صدقيني والله ده عن تجربة يعني. دي تنفع قوي في العزومات، حلوة قوي. شوفي بقى من فرخة انت عملتي كذا وصفة هتعجبك قوي. فرشة الرز اللي انت بتحطيها تحتيها حاجة كده تشرف. خشي معايا بقى، وما تنسيش تحطي اللايك وكومنت حلو منك كده تشجعيني فيه، ان انا اعرف اكمل في القناة دي، لان انا بصراحة تعبت. ف يعني عايزة ربنا يكرمكم كده ان شاء الله وتشجعوني على القناة. فيلا بينا بقى ندخل ونشوف احنا عملنا ايه. زي ما انت شايفة انا خليت الفرخة خدت الوراك لوحديها. الوراك دي انا هعملها شيش طاووق، وهنشوف التتبيلة بتاعتنا مع بعض. الكتاف انا هخليها واعملها كفتة، هفرمها واعملها كفتة. فانا دلوقتي بعمل الشيش طاووق. هقطع الشيش طاووق ده مكعبات على حسب ما انت عايزه. لو بتحبيها كبيره قطعيها كبيره، بتحبيها صغيره قطعيها صغيره. يعني انا قطعتها بالكميات المناسبه. هنا بقى ده الشيش طاووق هاخده بقى معاكم دلوقتي زي ما انت شايفه كده، وهقلب بقى البلانشه واقطع الخضار بتاع الشيش طاووق. معايا طماطم، معايا فلفل. لو عندك فلفل الوان حطي. انا بصي بستخدم الحاجه الموجوده في تلاجتي، يعني بتعامل باللي موجود عندي. مش انا هجيب ايه، لا، باللي موجود عندي انا بستخدمه. بصله حلوه او 3 بصلات زي ما انت شايفه كده، بقطعهم برضو مكعبات حلوه. وبعد كده بقطع الخضار بتاعي. الخضار ده لازم يتبل عشان يديكي طعم في الشيش طاووق، لازم تتبليه. فانا بقطع البصل دلوقتي زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هقطع الخضار بتاعي. بصي، اهم حاجه انك انت تقدري توفري. هنا في طماطم اهو برضو بقطعها، انا ما بحبش الطماطم فيه كتير قوي، بس اهو يعني عشان برضو ما عنديش انا فلفل الوان، فقلت يعني الطماطم تكسر اللون شويه. وهنا فلفل يعني في كذا لون. انا قلت لك ان انا بستخدم الحاجه المتوفره في بيتي. هقطع الطماطم بتاعتي وهقطع الخضار وهتبل الخضار بتاعي معاكي. هتشوفي تتبيله الخضار دلوقتي عامله ازاي. هو نفس تتبيله الخضار نفس تتبيله الفراخ. جبت بقى التوابل بتاعتي اللي هبتدي استخدمها في كل حاجه. طبعا الكاميرا مش واضحه قوي لان ده التصوير ده كان من فتره، يعني ما كانش لسه الواحد تمعن قوي في التصوير. فهقولك على كل التوابل اللي معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطه، ملح. معايا كمان قرفه، جنزبيل، كل التوابل اللي انت بتحبيها ضيفيها. معايا كوبايه زبادي، ومعايا كوبايه زبادي. وهتحطي بقى معلقه سكر، يعني معلقه بسيطه خالص كده او رشه سكر. هتجيبي وتنزلي الزبادي، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي كلها، اقلبها تقليبه تمام كده. وبعد كده هنزل عليها بالفراخ. معايا كمان فلفل اسود، يعني بصي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، كزبره. لو عندك زعتر وروزماري حطي،
كل الحاجات دي منكهات وبتدي طعم بس طبعا بتدي طعم للوصفة، بس طبعا حطيها بكميات مناسبة. هقلب كل اللي انتوا شايفينه ده مع بعضيه، هضيف عليه معلقة خل وهقلب كل ده لحد ما يعمل معايا كده سائل حلو ان شاء الله، يعني او صوص حلو كده، هيبقى طعمه تحفة. جربيه هيعجبك قوي. هنزل بقى عليه بالفراخ، ولو لقيتيه يعني جامد شوية حاولي تضيفي عليه حبة مية. انا غسلت بقى كوبايه الزبادي كده وحطيتها، نزلت بالفراخ بتاعتي وهسيبها تتبل. شوفي انت تبلتي الشيش طاووق وركنتيه عشان خاطر انت تكملي بعد يعني بقيه الوصفات. فبالتالي الوصفات دي الشيش طاووق ده هيتبل، هياخد وقت. يعني لو عايزه تتبليها من قبلها بيوم براحتك، بس انا كل ده عملته في يوم واحد. نزلت بالخضار على على الفراخ، خد من نفس طعم التتبيله. وهبتدي بقى وانا بحطه في الاسياخ بتاعته، اخد بقى الخضار اللي انا عايزاه والفراخ اللي انا عايزاها كده. فدي تتبيله الشيش طاووق حلوه قوي، وانا وريتك التوابل اللي احنا بنستخدمها. هلفه بقى بستريتش، وبعد كده هحطه في التلاجة وابتدي اكمل الوصفات بتاعتي. هنا كان جاهز معايا. هبتدي بقى ادخل على كفتة الفراخ. زي ما انت شايفة كده انا فرمت الفراخ وفرمت البصل، خدت منه التفل بتاعه بس. طيب توابل الفراخ معايا، انا معايا بقى ايه؟ بيضة، ومعايا فلفل اسود، معايا معلقه نشا، معايا معلقه بابريكا، معايا معلقه ملح، معايا فلفل اسود، معايا قرفه، معايا جنزبيل. كل الحاجات دي انا بحطها في كفته الفراخ. اضيف البصل اللي هو التفل بس، ومعايا كمان معلقتين بقسماط وبيضه. كل الحاجات دي بضيفها، والليمونه دي انا بحب بشر الليمون قوي في كفته الفراخ، بيديها طعم حلو قوي. طبعا بيمنع الزفاره، بتبقى حاجه حلوه يعني. طبعا ما دام حطيتي بيض لازم تحطي فلفل اسود. هتحطي كمان معلقه بيكنج باودر او كيك شيف، اي ماده رافعه عندك عشان تخلي الكفته بتاعتك مفرغه كده وحلوه. وكمان معايا معلقتين بقدونس، برضو بحب قوي اضيف البقدونس على الكفته. معلش لو صوتي متغير، فانا والله لسه قايمه من النوم وتعبانه، فعندي دور برد بقى، فقلت انزل لكم الفيديو ده ان شاء الله النهارده، ويا رب الاقي فيه تفاعل عليه ان شاء الله، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله كده، وبلايكاتكم وكومنتاتكم. الفيديو الاخير بتاع المخللات مش جايب اي حاجه خالص، فمش عارفه، انا عندي فيديو رافع وفيديو نازل، فربنا يستر. بس انا كنت طبعا راجعه من فتره، يعني من كام يوم كده ما كنتش نزلت فيديوهات. فاول ما ببعد عنكم شويه وبعد كده ارجع، بحس الفيديوهات ما فيش فيها تفاعل قوي. فان شاء الله ربنا يقويني واقدر انزل فيديو، حتى لو هنزل 3 فيديوهات في الاسبوع بس كفايه. عشان بس افضل يبقى في تواصل ما بيني وما بينكم. هنا بقى تبلت الكفته بتاعتي وركنتها. الشيش طاووق انا حطيته في الخلل بتاعته وجاهز على ان انا احطه في الفرن. انا هشغله عليه الفرن الكهرباء، وهبتدي بقى اصبع الكفته بتاعتي. بصي الصوص بتاع الشيش طاووق، انتي بعد ما بتحطيه في الفرن بتبتدي تعملي ايه بقى؟ بتبتدي تاخدي من الفرشه يعني تسقسقيله كده عشان يطرى، ما ينشفش معاكي. طبعا انا عاملاه بالوراك، الوراك طبعا بتبقى طريه، فبتبقى يعني مش زي الصدور. يعني لو في صدور بتنشف معاكي شويه، لكن الوراك بتبقى طريه وحلوه. بس الصوص ده يخلي معاكي الدنيا رطبه شويه زي ما انت شايفه كده. هنا كنت حطيته في الفرن، وعايزه اقول لك والله الوصفه دي منجزه جدا. خلصنا بقى الشيش طاووق وعملنا الكفته بتاعتنا وصبعناها وركناها يعني شويه كده على ما يعني ايه ترتاح معانا. وبعد كده هنعمل الرز بتاعنا. الرز المبهر انا عملته معاكم كام مره. رز مبهر بحط فيه ايه بقى؟ بحط فيه بصل، كل التوابل اللي انا عايزاها. بقلب التوابل دي، بحب اديها تحميصه شويه. هنا بقى يعني انت لو عايزه تحطي له الكبد والقوانص، هنا حطيت عود قرفه. لو عايزه تحطي الكبد والقوانص حمريها مع البصل، او اديها هي صدمه الاول وبعد كده انزلي بيها على الرز. انا بصراحه مش متذكره انا عملت ايه في الكبد والقوانص، بس على ما اظن ان انا حطيتها. حطيت لومي، حطيت كاري، وحطيت كمان كركم. هنزل بقى بالكبد والقوانص في البصله دي. بس انا بقول لك يفضل يعني انك انت تديها تشويحه هي الاول، وبعد كده تنزلي بالبصل والحاجه دي عليها. هسيبها لما تتشوح معايا مظبوط، وبعد كده هنزل عليها بالرز. هنا بقى الفراخ كانت ارتاحت معايا، وهبتدي بقى احطها في البقسماط. عندك بقسماط حطي، عندك دقيق متبل حطي، ما عندكيش خالص ومش عايزه
تتبليها كده يعني تعفريها كده بالدقيق براحتك. بس انا ولادي بيحبوها بالطريقه دي، انا مش على طول بعملها بالطريقه دي، بس لما بيبقى متوفر عندي بقسماط بعملها لهم. هنا بقى حطيتها في القلايه بتاع الزيت، بتوفر معايا في الزيت شويه، وكمان حلوه بتنجز. انا على فكره الفتره دي بكسل قوي انزلها، بس هي موجوده عندي برضو. هسيبها بقى لما تتظبط كده، وتدخلي بقى تشوفي الفراخ المقرمشة عملتها بنفس التتبيلة. ودي الوليمة بتاعتي. شايفة الكفتة، الفراخ المقرمشة، الشيش طاووق، الرز. فرشة الرز حلوة قوي، يعني عايزة اقولك مقدار من الرز فرشتيه بصينية تدخلي عليها على اي حد. عمدة البلد يا ولاد ما يهمكوش يعني تعزمي عليها عمدة البلد ما يهمكيش لو عندك عمدة يعني. فلا هي ال الوصفة حلوة. اشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن، وبالله عليكي ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. مع السلامة.